لماذا لم يرجع الإمام علي عليه السلام أرض فدك لما ولي على الخلافة؟ لعدة أمور نذكرها. الناس دائما تسأل، يقولون أمير المؤمنين ليش ما رجع فدك من كان هو خليفة؟ ليش ما رجعها إلى فاطمة الزهراء، إلى الحسن، إلى الحسين وإلى آخره؟ وهنا نذكر الأول، لم يرجعها لكون الغاصب والمغصوب قد وفدا على رب عدل فيأخذ الحق ممن غصبه ويجازي المغصوب. فكره الإمام علي عليه السلام أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوب، وهذا ما ذكره الشيخ الصدوق العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدكا لما ولي للناس بإسناد إلى أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له لما لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدكا لما ولي الناس، ولأي علة تركها؟ فقال: لأن الظالم والمظلوم قد كان قدما على الله عز وجل وأثاب الله المظلوم وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوب. الثاني، عدم إرجاع الإمام أرض فدك إنما كان للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشيخ الصدوق في الباب المذكور كجواب ثاني غير الذي ذكر في أعلاه. رواه بإسناد إلى إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: لأي علة ترك أمير المؤمنين فدكا لما ولي الناس؟ فقال: للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له: يا رسول الله لا ترجع إلى دارك، فقال صلى الله عليه وآله: وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إن أهل البيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فلذلك لم يسترجع فدكا لما كان وليا للمسلمين. الثالث، أن الإمام عليه السلام عرف عنه كما لا يخفى على السواد الأعظم نبذ الظالم وإقامة العدل ودفع الظالم عن المظلوم، وهو ولي المؤمنين يحكم لهم ويأخذ لهم حقوقهم ممن ظلمهم ولا يأخذ حقه ممن ظلمه، لعلمه بأن الله جل وعلا هو من يأخذ بحقه وينصره. وهذا ما جاء في رواية ذكرها الشيخ الصدوق كجواب ثالث بإسناد إلى علي بن الحسن ابن فضال عن أبيه عن الإمام الكاظم عليه السلام فقال: سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم يسترجع فدكا لما ولي للناس؟ فقال لنا أهل البيت لا نأخذ حقوقنا من ظلمنا إلا هو، يعني إلا الله، ونحن أولياء المؤمنين إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم من ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا. يعني أهل البيت عليهم السلام يدافعون عن الناس، يحاربون بدل الناس، طيب، يرشدون الناس، يوعظون الناس، يرجعون حقوق الناس، ولكن من يوصل الأمر إلهم يجعلون الأمر بيد الله سبحانه عز وجل.